برج العذراء عندك بداية جديدة، نقلة من بيت لبيت أو من مكان لمكان، وعندك كمان طاقة انتظار كبيرة جدا في طاقتك، وعندك مراقبة على حبيب قديم سبته وسابك، حبيب قديم قديم يعني، وعايز تعمل حاجة جريئة وتتواصل مع حبيبك ده وتنهي موضوع وتبدأ بداية جديدة. بتفكر انك انت ربما تنهي علاقة وترجع لعلاقة قديمة يا برج العذراء. احكوا لي حكايتكم يا شباب في الكومنتات وعرفوني ايه اللي بيحصل. احنا كلنا بنحب نسمع لبعض ونرد على بعض، صح ولا لأ؟ ناخد رسالة من الملايكة بيقولوا لك ان في طاقة في طاقة abundance، يعني في طاقة ثبات حلوة جدا ان شاء الله في طاقتك، وبيقولوا لك انك انت حاول انك انت تحلم اكبر علشان خاطر خلاص العقبات اللي قدامك بتزول في شهر مارس 2026 ان شاء الله، وبيبان لك حاجات جديدة. وكمان بيقولوا لك بطل انك انت تعمل اوفر كنترول على حبيبك، لان الاوفر كنترول ده او التحكم الزائد في حبيبك بيبوظ العلاقة يا برج العذراء. انت دلوقتي يا برج العذراء بتحاول انك انت تكون غير مرتبط، عايز تكون اندبندنت او معتمد على نفسك اعتماد تام. وبيقولوا لك كمان الملائكة ان في رسائل كتير حبيبك بيكتبها وبيمسحها مش بيبعتها لك. وبيقولوا لك برضو ان في اتراكشن او انجذاب لحبيب جديد قوي جدا جدا جدا، حبيب في طاقتك ظاهر قوي جدا، انجذاب كبير عليه. بيقولوا لك كمان لما تبدأ انك انت تشوف فراشات اعرف ان التغيير قرب وحياتك بدأت تتغير. استعد يا برج العذراء للجنة أو لأوقات جميلة هتعيشها زي كده شهر عسل أو هانيمون.